إيه هي برمجة الألعاب؟ هي من أشهر مجالات البرمجة ومن أسهلهم في إن حد يبدأ طريقه في البرمجة بيها. هي بتستخدم علم في الفيزياء وفي الرياضيات وعلم المثلثات مع التفكير، حل المشكلات والإبداع، ليطلع بلعبة ممتعة تجذب الناس ويربح من خلالها. مبرمجين الألعاب بيعتمدوا على حاجة اسمها محرك الألعاب، ده بيدي للمبرمج وسيلة لتشغيل اللعبة أصلا. من غيرها مش هتعرف اللعبة تاخد أي معلومة دخلت لها من خلال الكيبورد أو الماوس، ولا هتعرف تحرك أو تظهر شكل على الشاشة، ولا الكمبيوتر هيعرف يعمل حسابات فيزيائية أو رياضية لحاجات بتحصل جوه اللعبة، وهكذا. من أشهر محركات الألعاب حاليا أكيد هو يونيتي. هو أبسط من محركات كتيرة تانية وأشهر، فهتلاقي فيديوهات كتيرة وكورسات عليه. واللغة اللي بتستخدمه لغة سي شارب، من أسهل اللغات، ولو اتعلمتها كأنك اتعلمت معظم اللغات التانية، علشان هتلاقي معظم اللغات بتاعة البرمجة بيتشابهوا في حاجات كتيرة، من طريقة تشغيلهم لطريقة كتابتهم. برمجة الألعاب طريقة سهلة جدا وممتعة يتعلم بيها المبتدئ البرمجة. غير إنك بتبرمج حاجة معمولة أصلا لتسلية اللاعبين، انت هتفكر بطرق بديعة ومختلفة عشان تطلع أصل مشكلة وتحلها، أو عشان تحط حاجة جديدة في اللعبة. والإحساس اللي انت هتحسه لما تشوف نتائج جهدك وإبداعك غير أي إحساس تاني، وهيكون دافع لإنك تكمل في طريقك في البرمجة. احنا على القناة دي تكتوريوم هنعمل كورس مفصل وهنشرح فيه كل الحاجات عن يونيتي، سي شارب والبرمجة عامة، فاشتركوا وإن شاء الله يعجبكم كورساتنا.